تيجي ابسطها لك. تاني. اه. انت ما بتحرمش. لا. الكرياتين هو واحد من اكتر المكملات الغذائيه اللي اتعمل عليها ابحاث علميه، مش بس للعضلات، ده كمان ليه فوائد للمخ وللصحه العامه. ماده طبيعيه موجوده في جسمك بنسبه 1 جرام يوميا، بيتصنع في الكبد والكلى، وموجود في الاكل خصوصا اللحوم والاسماك، وبيتخزن في العضلات في صوره بي سي او فوسفوكرياتين، وده اللي بيساعدك تنتج طاقه سريعه اثناء التمرين. من فوائد الكرياتين زياده القوه والاداء، لانه بيساعدك تشيل اوزان اعلى وتعمل تكرارات اكتر. زياده الكتله العضليه نتيجه لزياده الاداء، ولانه بيسحب ميه جوه العضله فبيعمل سيل فوليوميزيشن او زياده حجم الخلايا. تحسين الاستشفاء، لانه ممكن يقلل من تلف العضلات بعد التمرين وبيسرع الريكفري او الاستشفاء. وكمان فوائده للمخ، لانه في بعض الدراسات قالت ان هو بيساعد على التركيز وتحسين الذاكره، وكمان مفيد للاعصاب. اما من حيث الاضرار والاثار الجانبيه، لحد دلوقتي مفيش دليل مثبت انه بيأذي الكلى او الكبد لو الشخص معافى. فانت لو عندك مشكله في الكلى او الكبد فاجباري تستشير طبيبك قبل ما تاخده، انه ممكن يسبب مشاكل بسيطه في الهضم عند بعض الناس، ودي ممكن تتحل بتقسيم الجرعه. اما بقى طريقه الاستخدام فمفيش ضروره لمرحله اللودنج اللي هي 20 جرام يوميا، ممكن تشتغل عادي خالص بالجرعه الثابته اللي هي من 3 ل 5 جرام يوميا، وهتاخد نفس الفوائد. الافضل كمان انك تاخده مع مصدر كارب لو عايز الامتصاص يكون احسن. اوفر وافضل نوع واكثر امانا هو الكرياتين المونهيدرات. اديني بسطتها لك، فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والفولو عشان تتابع باقي السلسله. سلام يا عمر.